اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. عملنا حلويات سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. مكوناتها كلها موجودة في البيت ومش هتكلفك اي حاجة، والاهم من ده كله ان هي مغذية جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو بإذن الله عشان تستفيدوا. وده بقى المكون الاساسي بتاعنا، الكوسه. هنعمل مهلبيه الكوسه حلوه جدا، هتعجبكم باذن الله لو جربتوها. انا هستخدم كيلو واحد بس من اللبن، فهحتاج حوالي كده ربع كيلو من الكوسه قصاد الكيلو واحد من اللبن. تمام. انا كده يعتبر قشرت الكوسه بتاعتي كلها وغسلتها كويس جدا. اهم حاجه اغسليها كويس جدا عشان بيبقى فيها رمله. تمام. هقطعها بقى تقطيعه كده عشوائي عشان هنسلقها. تمام. وبكده خلاص انا قطعت كميه الكوسه اللي معايا. جبت حله بقى وحطيت فيها ميه كده، وهنزل بالكوسه بتاعتي عشان نسلقها كويس جدا. تمام. انا الكوسه بتاعتي سلقت تماما، سلقتها كويس جدا. ههرسها بقى بالشوكه او بالهراسه، بس بعيدي تماما عن الخلاط عشان لو ضربتها في الخلاط بتدي طعم مش حلو كده في الحلويات. هي احسن حاجه لما انت بتهرسيها كده بايدك، يعني بالهراسه او بالشوكه. انا ههرسها كويس جدا ونشوف الخطوه اللي بعدها بقى. كده خلاص زي ما انتوا شايفين هرستها. انا معايا كيلو من اللبن، هضيف عليه كوبايه من السكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه بتاعتك، يعني شوفي انت بتحبي السكر بتاعك يبقى ايه. وهنزل بقى بالكميه الكوسه اللي انا هرساها. هقلب بقى المكونات بتاعتي كده مع بعض. هندوب بقى السكر كده والكوسه بتاعتنا مع اللبن كويس جدا، ونسيبهم يغلوا على النار. وهنا بقى هجهز النشا. كيلو من اللبن بيحتاج 3 معالق كبار من النشا، يعني قصاد كيلو من اللبن 3 معالق كبار نشا. هندوبهم بقى في شوية مية او في شوية لبن زي ما تحبي عادي. اهم حاجة دوبي النشا كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات، عشان لو فيه تكتلات ونزل في قلب اللبن المهلبية مش هتظبط معاكي خالص. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، ويا ريت لو مش مشتركة في القناة بتاعتي يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده اللبن بدأ يغلي. اول ما ياخد غلوتين كده هديله تقليبه وانزل بالنشا على طول. عايزاكي بقى في الخطوه دي تبقي سريعه جدا وانت بتنزلي بالنشا التقليب المستمر عشان ما يبقاش فيه تكتلات، ويطلع قوامها كريمي وحلو معاكي. شايفين التقليب المستمر لحد ما ياخد غلوه كده، ويبقى كده خلاص المهلبيه بقت جاهزه معاكي تماما. هنزل بقى بكيس فانيليا كده في الاخر عشان تديله نكهه حلوه. زي ما انتوا شايفين التقليب المستمر. كده خلاص هو غلي معايا كده. هقفل عليه بقى اديله تقليبه كده واقفل عليه، وكده خلاص المهلبيه بقت جاهزه معانا. شايفين ما شاء الله قوامه كريم وحلو جدا، ومفيش اي تكتلات حصلت. كده خلاص هقدمها بقى في الاطباق. بس الزم لما تيجي تقدمي الزم تقلبي فيها كل شويه عشان الوش ما يطلعش معاكي في الطبق الواحد، عشان يبقى الاطباق بتاعتك كده كلها عليها وش، بيبقى طبقه وش كده مكشكشه بتبقى حلوه جدا. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي بتاع الحلويات بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو كده عجبكم ويكون خفيف كده على قلوبكم. ما تنسونيش طبعا في اللايك والاشتراك في القناة، يا ريت تفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. وفضلا وليس امرا تشيروا الفيديو.
اقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله وحفظه.